اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر. تخيل إنك عندك حقل بترول واحد يمتد لمئات الكيلومترات تحت صحراء السعودية. الحقل ده اسمه غوار أو غوار، وغوار موجود في المنطقة الشرقية من السعودية وبيمتد لمسافة ضخمة من الشمال للجنوب. لكن السؤال الأهم، إزاي حقل واحد قدر يتجمع فيه كل البترول ده؟ علشان نفهم الحكاية لازم نرجع ملايين السنين للوراء. قبل ما السعودية تاخد شكلها الحالي، المنطقة دي كانت جزءا من بيئة بحرية قديمة، ومع مرور الزمن تراكمت كائنات ومواد عضوية في قاع البحر. المواد دي اتدفنت تحت طبقات جديدة من الرواسب، ومع زيادة العمق زادت الحرارة والضغط، ومع ملايين السنين تحولت المادة العضوية إلى هيدروكربونات ومنها البترول والغاز. لكن تكوين البترول لوحده مش كفاية، لازم البترول يلاقي طريق يهاجر من سورس روك إلى صخرة تقدر تخزنه، وهنا بيجي دور ريزرفوار روك. في غوار جزء مهم من المكمن موجود في صخور كربوناتية، خصوصا الحجر الجيري والدولوميت، والصخور دي فيها مسامات وشقوق ممكن تخزن كميات كبيرة من البترول. لكن في مشكلة، لو البترول فضل يتحرك لأعلى ممكن يوصل للسطح ويضيع، فلازم يكون في حاجة توقفه، وهنا بيجي دور سيل وتراب. التركيب الجيولوجي في المنطقة عمل مصيادة ضخمة، والطبقات فوق المكمن ساعدت على حبس البترول والغاز. يعني عندنا كل عناصر النظام البترولي: سورس روك، مايجريشن البترول تحرك من مصدره، ريزرفوار الصخر الخازن احتفظ بالبترول، تراب وسيل حبسوا البترول ومنعوه من الهروب. والنتيجة كانت غوار، حقل ضخم جدا لدرجة ان طوله بيوصل لحوالي 280 كيلومتر وعرضه في بعض المناطق عشرات الكيلومترات. والإنتاج من غوار بدأ سنة 1951، ومن وقتها الحقل لعب دور أساسيا في تاريخ صناعة النفط السعودية. لكن استخراج البترول من حقل بهذا الحجم مش مجرد إنك تحفر آبار وتسيبها تنتج. مع مرور الوقت ضغط المكمن الطبيعي بيبدأ يقل، وهنا بتدخل تقنيات Enhanced Oil Recovery والحفاظ على ضغط المكمن. ومن أهم الطرق المستخدمة في الحقول العملاقة Water Injection، يعني بنحقن مياه في أجزاء من المكمن علشان تساعد في الحفاظ على الضغط ودفع البترول ناحية آبار الإنتاج. إحنا بندير المكمن كله كنظام واحد، وكمان المهندسين بيستخدموا بيانات الآبار والريزرفوار موديلز علشان يعرفوا البترول موجود فين وإزاي يتحرك داخل الصخور، وإزاي يحققوا أفضل إنتاج ممكن بدون الإضرار بالمكمن. والأجمل إن قصة غوار مش مجرد قصة بترول، دي قصة جيولوجيا، مادة عضوية في بحر قديم وحرارة وضغط، بترول بيتكون، هجرة خلال الصخور، وبعدين مصيادة جيولوجية ضخمة تحبس البترول لملايين السنين. وبعد كل ده يظهر الإنسان بعد ملايين السنين ويحفر بئر ويبدأ يستخرج الكنز اللي اتكون تحت الأرض. وعشان كده لما تسمع عن غوار ما تفكرش فيه بس كحقل بترول كبير، فكر فيه كأنه نظام جيولوجي ضخم اشتغل لملايين السنين علشان يحبس البترول في المكان الصح. وده واحد من أهم الدروس في عالم البترول، احنا مش بنصنع البترول، احنا بندور على الأماكن اللي الطبيعة صنعت فيها النظام البترولي المثالي. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر.